ماتش الزمالك وسموحه ده يا جدعان كان عباره عن عقم كروي، والله عقم بجد، اقسم بالله. عايز اقول لك ان هو ملوش علاقه بالكوره اصلا، ده ماتش تعبان مله. انا لو اديته مثلا تقييم كده مثلا للمستوى الفني المباراه ممكن ياخد مثلا سالب 43% بقى كده، انت فاهم القصه. وانا بقى كاهلاوي يا جدعان قلت بقى من اول الماتش، قلت بقى الزمالك ممكن يعمل مفاجاه النهارده ويفرح جماهيره ويصعد من المجموعات، والبطوله اللي كان طالع منها تضرب معاه وياخدها. ولكن مش الزمالك، اي فريق تاني غير الزمالك ممكن يفرح جماهيره، انما الزمالك لا طبعا، لازم يحط على جماهيره. النهارده يا جدعان الزمالك بيفوز 1-0 سبحان الله، وبيخلي مودرن هو اللي يصعد وهو بيطلع من المجموعات برضه عادي جدا. هتيجي تقول لي انا طلعت من المجموعات، المشكله ان انا كل ماتشاتي كنت بلعبها بالناشئين، يا كتع يا كسح يا كسل. انت دلوقتي بتلعب كل ماتشاتك بالفريق الكبير، يعني انت بيبقى ناقص لاعب او اتنين بس من القوام الاساسي بتاع الفرقه، وبتلعب بالفرق الكبير وبتخسر برضه او بتتعادل عشان انت عندك عقم كروي. انت عندك مش هتخلف، انت مش هتخلف في نادي تاني، او مش هتخلف، انت نادي عقيم، مش هينفع بقى تطلع انديه صغيره من الاخر يعني. فانا بالنسبه لي يا جدعان انا كاهلاوي فرحان ان الزمالك طلع، ليه بقى؟ لانه لو كان صعد كان هيقرفنا، ما انا بصعد وهيقول لك بناشئين برضه. يعني هو بيلعب بكل اللعيبه الكبيره كان يقول لك انا بصعد بناشئين برضه، عشان الاهلي كان بيلعب بناشئين اقول لك انا بصعد بناشئين. ناشئين ايه؟ لا ده انت معاك جدي. ناشئين ايه؟ ده انت معاك واحد قرب يبقى حفيد في النادي، يا عبد الله السعيد، تيجي تقول لي ناشئين؟ فانا بالنسبه لي يا جدعان الحمد لله ان الزمالك طلع وعارف وخلصنا من قرفه يعني. سلام يا كسبان طلعان، مش عارف ازاي طلعان عين امك.